العدل مش قيمة اجتماعية وبس، العدل ده كمان عبادة. ربنا قال: وإذا قلتم فاعدلوا. خلي بالك إن الآية دي مش في الكلام وبس، الآية دي في كل حكم وكل تقييم وفي كل رقم. إحنا في المحاسبة بنقيس عشان نطلع حقيقة، مش عشان نرضي طرف على حساب طرف تاني. خلي بالك إن القياس المحاسبي ده مش لعبة أرقام، القياس المحاسبي في أساسه هو ميزان، ولما الميزان ده يميل حتى لو الرقم بسيط الظلم بيكبر معاه. لما تزود أصل عشان الإدارة تبان قوية ده ظلم للمستثمر، ولما تقلل مصروف عشان الأرباح تحلى معاك ده بيبقى ظلم للموظف، ولما تأجل خسارة عشان السنة تقفل معاك كويس ده بيبقى ظلم للي جاي بعدك. احنا في المعايير بنحاول نوصل لأفضل تقدير عادل، بس في الإيمان الموضوع بيبقى أبسط وأوضح، يا عدل يا ظلم، مفيش غير كده. والمحاسب العادل هو اللي بيقيس من غير تحيز ولا خوف ولا مجاملة، وبيبقى عارف إن الرقم العادل مش دايما بيعجب كل الناس، بس الرقم العادل دايما بيرضي ربنا. في رمضان ده خلي ميزانك مستقيم وخلي قياسك عادل، ودايما افتكر ان الظلم في الارقام زي الظلم في الحقوق.